سؤال من أكثر الأسئلة اللي دايما بيتكرر، وده حالي والله يا شيخ. أنا عندي ذنب متكرر، أنا عندي ذنب كل شوية أعمله وأتوب وأرجع أعمله وأتوب وأقف شوية وأقع شوية. أنا خلاص يأست، أنا خلاص أنا قنطت من رحمة الله، أنا مش عارف أعمل إيه. أنا قلبي معلق ببنت، وأنا قلبي مليان حب لله، وبتوب لربنا سبحانه وتعالى وبكلمه وبقول لا خلاص ده حرام، ده ما يرضيش ربنا، وارجع تاني يعني أقع. بعتت لي حد، بعتت لي مرسال، وقعت كلمتني على التليفون، رجعت كلمتها تاني، وبعد كده ضميري أنبني، وبعد كده ربنا يبعث لي الرسالة والآية، وارجع تاني أقع. شاب تاني يقول يا شيخ أنا مبتلى بالمواقع السيئة، بقع في موقع اتفرج عليه ابص عليه اتوب اندم ارجع لربنا، بندم جدا والله يا شيخ، بندم جدا، وبعد طول الليل بكاء وندم وهم وغم لا يعلمه الا الله. والله يا شيخ انا نفسي كده ربنا يعيني ان انا اغض بصري، بس انزل الجامعة وانا واخد قرار خلاص انا هغض بصري، بقع يا شيخ. اعمل ايه في الذنوب المتكررة، الذنوب اللي انا بقع فيها كتير؟ والله انا بتوب بس انا مش قادر اقف على رجلي، اذنب واتوب اذنب واتوب اذنب واتوب يا شيخ. انا حاسس ان انا منافق، ازاي اتعامل مع ربنا كده اصلا؟ انا حاسس ان انا جوايا نفاق، ازاي اتوب وارجع اتوب وارجع؟ على فكرة يا شيخ انا حاسس اصلا ان ربنا ما بيقبلش مني توبتي، علشان كده انا برجع للذنب. دي اول مشكلة بتقابلنا في توبتنا ورجوعنا الى الله سبحانه وتعالى. وانا عايز اقول لك ان الذنب ده واجع الانسان جدا، وعودة الانسان لهذا الذنب حاجة موجعة للقلب جدا. وانا والله مقدر وحاسس كويس جدا بما انت فيه، لان انا زيك، وانا عمال ادور على سبيل النجاة، انجو ازاي؟ بس والله يا اخوانا وقفت على حديثين يريحوا قلوبنا جدا. الحديث الاول يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أحدنا يذنب، فقال صلى الله عليه وسلم: يكتب عليه. فقال الرجل: يا رسول الله ثم يستغفر منه ويتوب إلى الله منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر له ويتوب الله عليه. فقال الرجل: يا رسول الله ثم يعود إليه فيذنب. فقال رسول الله: يكتب عليه. قال: يا رسول الله ثم يتوب ويندم ويستغفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر له ويتاب عليه، واعلموا أن الله لن يمل حتى تملوا. يا إلهي يا إلهي، ده مش حالي وحالك، ده طلع برضو حال الصحابة، والنبي طمن قلوبهم بالحديث ده. ربنا لن يمل طول ما انت بترجع للذنب وبتتوب، لن يمل الله سبحانه وتعالى. توب وارجع ربنا يتوب عليك، توب واستغفر يغفر الله لك، لانه هو التواب. مهما تكرر الذنب وانت كررت توبتك سيقبل الله منك، سيقبل الله منك، والله سيقبل الله منك. مش زي ما كنت بظن وزي ما كنت انت بتظن ان ربنا ما قبلش اصلا التوبة الاولانية، لا والله قبلها، والله قبلها وفرح بها وغفر لك في اول مرة. بس انت رجعت بحكم انك بشر، فتوب تاني وارجع تاني واستغفر تاني، ستجد الله غفورا رحيما.
الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان لربه أي رب وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. طول ما بني آدم روحه لسه موجودة معاه أنا هفضل أفتنه ووقعه، حتى وإن تاب هفتنه تاني ووقعه، حتى وإن عاد الذنب حتى وإن تاب هفتنه ووقعه وافتنه ووقعه ما زالت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل هذا الاطمئنان يا اخوانا في هذه المرة مش جاي من النبي، طمأنة القلب للذنوب المتكررة المرة دي جاية من عند ربنا سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وأنا لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. يا هو ده التواب بقى، هو ده أثر اسم الله التواب. وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. يا ابني أنا عايز أوضح لك حقيقة النهاردة، حقيقة إنك في يوم ما أذنبت لما ندم قلبك وقعدت متضايق وزعلان ورفعت ايديك وقلت يا رب يا رب قبل ما تنزل عقوبة وقبل ما ينزل عذاب، يا رب قبل ما ينزل بأسة أنا تبت، أنا رجعت، يا رب أنا غلطان، يا رب أنا عارف إن أنا أذنبت وغلطت بس أنا غلطان، أنا بعترف بين إيديك يا رب. النبي قال إن اللي يعترف بذنبه سيغفر الله له، أنا بعترف بذنبي. فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي. والله يدعو